طبعا الكاميرا اليوم قالت له ترى من جبتنا وياك. الله اكبر يا شبابنا الطيبين، بعد ما وثقنا آثار واسط بالتفصيل وما خلينا شيء. المهم يا شبابنا الطيبين، اكتبونا بالتعليقات رأيكم بهيج محتوى هاتف، محتوى يوصل فكرة للمشاهد الكريم. إذا دخل آثار أو دخل معالم أثرية إيش راح يسوي أو إيش يسوي، أو الطرق اللي سويناها تمشي عليه. هاي الجرب هاي متكونة على شكل كلش كبير يشربون بيها مي أو مواد غير قانونية بزمنهم والعياذ بالله، وتعرفونها يعني. هاي مال الفخار اللي يصنعون به البيوت كلش، يجيب نفس الصبة ويصنع عليه هيك تجربة. المهم هاي شوفوا شلون مزغرفة، سبحان الله الامطار العقل هيك زغرفة. لهنا يا شباب اعلات بذاك المكان حشاكم، لان هنا ما تدخل، لان المعروف به هنا طين. بعد ما شهدت المحافظات العراقية كمية أمطار كلش هائلة إلى غزيرة ورياح شديدة، هذه الأوقات طبعا يا أخواننا الطيبين، هذه الأوقات كلش إحنا نحبها. قل لي ليش وانتم شنو تحبونها؟ للعلم هاي الأماكن تقريبا بهذا الموقع محافظة واسط، شمال غرب محافظة واسط، تقريبا فوق 6 إيشانات هنا، ومتجه لأحد الإيشانات أنا هنا. بعد ما سقطت كمية أمطار كلش عالية بو علطين، هنا شنو راح من تمطر تقريبا مطرت من ساعتين إلى ساعة ونص تقريبا. هنا راح يطلع عندك الذهب، عندك العقيق، عندك السليماني، وعندك الحجر وانواع الاحجار اللي ذكرتها واللي ما ذكرتها. شلون راح يطلعن بسبب الامطار، وهواي حيوانات هم يطلعن هنا يجوعن ويطلعن. انا حاليا بايشان جدا نائي، ايشان جدا فقير. هسه كذا من ترى شلون فقير انت وياهم، انا فهم لك. اغلبيه اللي كانوا هنا اجدادنا توصل لهم معلومة بأن هذا الإيشان كلش فقير، يعني بحيث حتى كميات الفخار والقزاز بها قليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أراضي واسط الحبيبة الآن سنوثق لكم أهم فيديو للمعالم الأثرية في واسط، ونسلط الضوء على هكذا معالم غير معروفة. أغلبية الناس اللي من غير محافظات ما يعرفون آثار واسط أو ما متطرقين عليها بشكل مبسط يعني. فاليوم راح أشرح لكم عنها وأوثقها لكم بالتفصيل، على مود نكون على بينة انه تتأكدون من هيك إيشانات. اليوم بعد ما مطرت الامطار كلش قوية واستمرت من 12 بالليل تقريبا في واسط لحد 5 العصر متقطعة، ما اقول لك يعني مستمرة، لا اكيد راح تطلع لك مجوهرات، واكيد اكثر شيء المعروف عليه العقيق منتشر بشكل مو طبيعي. اليوم احنا اقرب إيشانات في واسط وقطعنا الجزيرة، وحاليا واصلين اليه مفردي. يلا خليكم ويانا بالفيديو، ولا تنسونا باللايك والاشتراك على مود نبني محتوى كلش حلو. خليكم ويانا. بلع الذبانة بلع. اخواننا طيبين، ما بقى شيء ونوصل للإيشان. شفتوا هاي الارض اللي اخذت فيها الصورة؟ هاي الارض ما مزروعة تقريبا صار لها 100 سنة عدل. باعوا الارض، هاي الارض مستحيل باعوا السواتر هاي اللي عليه، هاي الارض مستحيل لايحها
زرع تقريبا 100 سنة صار، كلش هواي ما جاها زرع، لأن الأرض كلش منتهية وظاهرة عليها التصحر بشكل مو طبيعي، والنباتات مثل الشويل والإسل باعوا. شوف هاي الأرض مستحيل مزروعة، يا إنسان شو يقولون مزروعة؟ ما مزروعة تقريبا، يعني نفس لون الإيشان. بعد ما وصلنا الإيشان راح نسوق لكم فيديو قصير ليقبل المشاهد الكريم. لا تنسى باللايك والاشتراك، شاركه مع أصدقائك. أنا مودي نعمل فائدة كلش فحطت جبت منك. طبعا ما حد جاي وياي وحدي، هو زين خلي نوثق لكم فيديو مختصر ونشرح لكم باو. شوف الإيشان، الكاميرا بيها 6 يمتى الحق نصور. شوف الإيشان، المهم نصور ملخص. هذا الإيشان يا أحبابنا الطيبين، شوف شلون كلش ناصي. هذا الإيشان يدل على أنه ما بيوت قليلة ذي، أو يدل على أنه كلش فقير. عكس ذاك الإيشان، إيشان الأقرح اللي صورنا لكم به سابقا، هذا الإيشان كلش غني، بحيث بال 2005 جت مجموعة، بال 2003 عفوا، تعرفون الأوضاع بال 2003 نائية للعراق، واجت المجموعة فقشولته كله واخذته. بعد ما وصلنا للإيشان يا شباب، شوفوا شلون هسه راح نلقى آثار المجوهرات وآثار الأخرز، أو يسمونها مسمى لها ثاني مثلا العقيق. باو شوف ايش طالع عندك. هاي جرات، هاي جرات منتشرة بالإيشان بشكل مو طبيعي. باو منتشرة بالإيشان بشكل مو طبيعي هنا باو، واغلبية الناس جايينها بهذا المكان. باو انتبه، باو شوف عندك هاي، شوف عندك هاي خرزة. شوف الفطور، هاي الفطور كل اذا تيجي تدور انت دور بالافطور. الفطور يعني يسمونه الخرب بالعامية. شوف راح نراويكم اثار الناس اللي حافرة بالزمن تقريبا سنتين، من سنة سنتين 9 اشهر، وجينا طبعا صورنا بيه سابقا. شوف يا فحطت باو. هذا الإيشان، هذا إيشان خطر طبعا. شلون خطر منتظر شوي؟ انا اقولك باو كلها صحراء. هسه راح اراويكم اثار الجرات والعظام هنا. شوفوا هاي، راح اراويكم الخرز. انا اخاف من الكاميرا تطفى، باو بيها 5 ما شحنتها زين. يلا المهم نصور فيديو ملخص، قلت لك 7 دقائق زين، خلينا نسوي 13 دقيقة على ما يطفى. باو هاي شو صار. شوفوا هنا محفور بشكل مو طبيعي هنا. باو عفوا طبعا قلت باو. شوفوا الآثار كلش يعني يطلع هنا بالماء آثار من تمطر الدنيا تطلع على باو. هاي آثار الأقدام. هذا الإيشان طبعا يخوف كلش، لأن تقريبا من الستة لحد 10 بالليل كلش يخوف. خرافات او مو خرافات، اكيد 100% موجودة انواع الجن او ما يسمى بالطنطل. هذا الجن متوفر هنا جزيرة واسط. هذولاك ناس اذا تشوفون، طبعا دول الناس اذا جاوا يسوون لنا مشكلة، لان هنا الوضعية طقة وخذ بيضات. المهم يا اخوان ما نريد ندخل مواضيع غنى عنها. فالمهم هاي بابا آثار اللي موجودة هنا. شوف هاي الجرب، هاي الجرب. شوف الجرب كلش، هذا جلاس تقريبا. شوف حجمه صغير. قبل يعني ماكو قليل قزاز يشربون بيه. يعني القزاز للعلم انه حسب قول احد علماء الاثار انه يقول هذا القزاز يشربون بيه مواد خمر والعياذ بالله، هيك يشربون بيه قال. فبعد نهاية الإيشان هناك كلش كبير. هنا بيوت. شوف هنا بيوت، العالي يعني بيوت. انتبهتوا لي زين؟ العالي شنو يعني بيوت؟ العالي بيوت. الناصي المطر ينصيها يخليها كلش هباء. آثارها هسه وين؟ هاي حافرهن بيده وين هسه؟ حافرهن بيده وين؟ الله يرحمك. شوفوا
طبعا للعلم اذا انت هيجي ايشانات في للافضليه لك اي عظم سجاد تسه لان طيب تقريبا بعد كم سنه احنا هم نصير ايشان ويجي شخص يصورنا ويدور بينا وجماعه يخلون لنا لايك ويساعدونا واحنا ما حد يخلينا لايك ولا يساعدنا. اللايك انا اقول لكم شنو قيمته سيقولون منتظر والله استطرت من مو انا اقول لكم شو مرة راح تخلون لايك واحد مش راح يعبر على 5 اشخاص، ال5 يخلون يعبر ال10 يخلون يعبر ال20 يخلون وهكذا لما ندخل مليون. فهمتون شلون؟ ندخل يظهر عند ناس يعني يعجبك كثير. باع اثار الناس اللي هنا شوف المهم انت تشوف كل شيء ما لقينا بعض. راح اروح بهاي المنطقة تقريبا. شوفوا هيك تجيبون يعني بجهة الشمس هيك تخلي الشمس بظهرك وتروح دائما. ليش منتظر شنو ليش تخلي الشمس يعني تلمع راح تشوفونها تلمع ويا الشمس. شوف شلون انت مو هيك تروح وما تشوف عاتبني باع. هسه هاي الاثار شوفوا الاثار كلش هاي اثار الارانب اللي جايه بالليل. باع هذا الفخار الاسود شوف هذا الفخار الاسود جا صورت هواي بس المشكلة الكاميرا مالي شحن في 4 يعني جربوا العلاقة تعرفونها بعد ما احكي هاني. باع وصلنا هذا المكان اللي قلت لكم عليه. شوف هاي الاثار باعوا. شوف هاي شوف الخرز شوفوا كلش شوف هاي الاثار كلش يعني مفلش وصار فتحين يوبه. تقريبا قبل سنتين تقريبا جمعنا شوف الذكريات. قبل سنتين تقريبا جمعنا احنا اكثر شيء عدد هنا صورناهن سابقا طبعا. شوف عندك هاي شوف هاي خرجة هاي صورناها قبل. هاي الجراب والمشروب يعني شوفوا هاي الآثار المزخرفة. شوفوا آثار مزخرفة باعوا. شوفوا هاي جربة قديمة أو حيب موجود حاليا من يمه أصلا بالمتاحف. هنا أغلبية الناس تدور بشيش يا شباب. هاي شوف شلون صار كلش صاك. هذا نفس الحديد شي متكون. شوفوا ما شاء الله. شوفوا الأرانب شوف تجي الأرانب ما رجليه صار بيه. أكثر شي شباب من تريدون تدورون بهذه الأماكن. هاي الأماكن كلش يصير بيه. هاي الأماكن كلش يجي لأن الماء من يمشي راح يطلع هاي العاب ما أعرف شنو. شوف هاي الصحونة الصغيرة شوف هاي جراب صغار. الله شاهد مرة لقيت لعوبة على شكل بعير ما أعرف. بعد سألت الكبار يقولون هاي أنا موجهها لهم يتونسون بيه ما أعرف. 3 بالكاميرا. هاي العظام شوف العظام أعتقد عظام مدري شنو. شوف هاي شوف هاي باعوا هاي آثار كلش يعني قديمة. طبعا أنا مصور بها سابقا بس ما أعرف ليش ما صعد الفيديو. فقلت خلي نجرب حظنا وبلكي يصعد. هاي اللي نفس الرحة تنباع بالسوق يبيعونها ب1000 مدري ب2000. هاي تخلق بها رجليك. تعال ليش أنا أعطيك مليون ببلاش. أي والله شباب طبعا هيك ظاهرة منتشرة بالأسواق يبيعونها لك نفس ذيك الشمرة يبيعونها لك يعني بدر بيش. هم يجيبونها من ليشان يبيعونها لك. تزوج تعال قل لي وانا اعطيك. ما شاء الله هاي ناس حافة هنا تقريبا. شوفوا قديمة كلش
ناس حافرة هنا وجرب هنا. إذا تيجي تحفر على آثار الجرب لأن هي راح تصير مكسور. ما شاء الله باعوا هاي لعوبة أعتقد كسرت كلش قديمة. هسه يا ترى صاحبها وين راح؟ بالجنة أو بالنار الله اللي يعلم. هاي نثبتلكم الكاميرا هنا نشوف. طبعا الكاميرا اليوم قالت له ترى من جبتني وياك. الله أكبر عليك يا شبابنا الطيبين. بعد ما وثقنا آثار واسط بالتفصيل وما خلينا شيء. المهم يا شبابنا الطيبين اكتبونا بالتعليقات رأيكم بهيج محتوى هاتف، محتوى يوصل فكرة للمشاهد الكريم. إذا دخل آثار أو دخل معالم أثرية إيش راح يسوي أو إيش يسوي أو الطرق اللي سويناها تمشي عليه. هاي الجرب هاي متكونة على شكل كلش كبير يشربون بيها مي أو مواد غير قانونية بزمنهم والعياذ بالله وتعرفونها يعني. هاي مال الفخار اللي يصنعون بيه البيوت كلش، يجيب نفس الصبة ويصنع عليه هيك جربة. المهم هاي شوفوا شلون مزغرفة وسبحان الله اللي انطاهم عقل هيك يزغرفون. لهنا يا شبابنا الطيبين اتمنى عجبكم الفيديو. لا تنسونا بدعمكم ونستمر صراحة نوثق فيديوهات كلش حلوة. يا الله اخواننا الطيبين اخواتنا الطيبات شاركوا الفيديو ويا اصدقائكم وما بقى شي وندخل 10K وان شاء الله نشوفكم باعلى مراتب واعلى مستويات اصدقاء الحلوين. وان شاء الله وياكم اني نوثق لكم فيديوهات ونصور لكم اليشن وجيت من منطقة بعيدة كلش. ف thank you so much me goodbye. نحكي لكم شوية قرايتي. تحياتي للجميع اخوكم منتظر عباس. كل ما يخص الاثار والحيوانات والطبيعة البشرية والتاريخ العراق العريق واقدم حضارات العراق. وهذا الشيء عندنا فخر طبعا ونفتخر بهيك شيء. الشباب الطيبين انه وصلت لهذا الحلقة او الدقيقة لا تنسونا باللايك والاشتراك. وانتهينا من الفيديو مالتنا الحلو شرحنا لكم نبدأ مختصرة وجود باي. انتظرونا من الفيديو الجاي.